أنا بقالي فترة من حياتي ملتزم ومش عارف إن أسمي نفسي كده أصلا صح ولا لأ. المشكلة بقى إن بقيت أشوف حاجات تفجع وتخوف. بشوف ناس انتكست تماما ورجعت أسوأ من الأول، والعجيب بقى إن الناس دول فيما يبدو ليا كانوا بعيد تماما عن الانتكاس. وعشان حضرتك تفهمني مع اعتذاري، يعني عشان أنا عارف إن حضرتك عملت حلقة عن أهم ما أبدأ بالطريق، بس أنا سؤالي تحديدا مش كيف أبدأ، لأ، أنا سؤالي كيف أستمر. السؤال ده مهم جدا وحساس جدا، عشان كده عايزك تركز معايا لأن الإجابة بجد لازم تتنفذ بحذافيرها. وأنا مش هقدر إن أنا في وقت مختصر إن أنا ألم كل أسباب الثبات في الطريق إلى الله عز وجل، ولكن هقولك نصيحة وأرجو إن أنت تنتفع بيها وتهتم بيها. 4 كلمات تحفظهم معايا: لسانك وعينيك ورجليك والناس اللي حواليك. أول حاجة لسانك، ولسانك يعني حاجتين. رقم 1 الذكر، إن أنت تكون كثير ذكر الله عز وجل على طول، وانت ماشي وانت نايم وانت بتتحرك وانت ساكن وانت راكب حاجة وانت داخل تنام، أيا كان، على طول لسانك يفضل فيه ذكر الله عز وجل. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، أستغفر الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. على طول بتذكر ربنا سبحانه وتعالى، على طول في لسانك ذكر الله عز وجل. طيب ذكر الله كتير ينجي؟ طيب مين اللي قال كده؟ الله جل في علاه. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال إن هو نجى سيدنا يونس عليه السلام بسبب الذكر. قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه، يعني في بطن الحوت، إلى يوم يبعثون. أنت متخيل إن سيدنا يونس لولا إن هو كان بيسبح ربنا سبحانه وتعالى كتير كان زمانه في بطن الحوت إلى يوم القيامة؟ فأنت في الدنيا دي ماشي بجد، حواليك فتن كتير جدا، وانت بتقول ان انت خايف وانا خايف، خايفين فتنة تيجي تبلعنا وخلاص نروح تماما ونقع وننتكس ونعوج بقى ونمشي عن الصراط المستقيم تماما. طيب نعمل ايه؟ اذكر الله، اذكر الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وبالمناسبة الذكر يكون بالقلب وباللسان، طالع كده من جوه، مش تبقى عمال تذكر ربنا سبحانه وتعالى وانت مش واخد بالك انت بتقول ليه، لا، تكون حاسس بيه. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر من جوه، بتقولها بقلبك وبلسانك عشان يكون لها أثر بجد. ولازم كمان وانت بتذكر ربنا سبحانه وتعالى تكون عارف انت عايز توصل لإيه. يعني إيه؟ أنا عارف إن إحنا لما نمشي في الدنيا يعني بالبركة والله ربنا بيكرم، ولكن لازم تخطط شوية. بمعنى إن أنت عايز تكون من الذاكرين، حلو جدا. طيب هتذكر قد ايه؟ تقولي ربنا هيكرم، انا عارف ربنا كريم، ولكن خطط. يعني انا عايز اقول ايه قد ايه؟ عايز اقول لا اله الا الله كم مرة، سبحان الله كم مرة، استغفر الله كم مرة. ان انت تكون حاطط هدف ورايح ناحيته، فيبقى يكون الذكر بالعدد ومحدد وبتنوع، وفي نفس الوقت من جوه كم وكيف، من جوه طالع من قلبك وعلى لسانك، فتهتم بده وتهتم بده. ده بالنسبة لرقم 1 اللي هو الذكر. تاني حاجة الدعاء. الدعاء ترفع ايديك، يا رب يا رب يا رب يا رب، عايز تنجو. الدعاء مين اللي بينجي؟ ربنا. مين اللي بيثبت؟ ربنا. وبناء عليه قول لربنا ثبتني يا رب، نجيني يا رب، الحقني، انقذني، الدنيا مليانة فتن وانا ضعيف، والله انا ضعيف، عايز ايد تتمدلي، عايز انجو ومش عارف. الفتن زي الامواج عمالة تخبط فيا وانا مش قادر اعمل حاجة. اعمل ايه يا رب؟ يا رب نجيني. ارفع ايديك، يا رب يا رب يا رب. شوف ربنا سبحانه وتعالى وهو بيتكلم عن سيدنا ايوب، الله عز وجل يقول عن سيدنا أيوب: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال تعالى: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. شوف إيه اللي حصل على طول، فاستجبنا له فكشفنا. طيب إيه الأولانية؟ وأيوب إذ نادى، هي دي اللي أنا عايزها. نادى يا رب يا رب يا رب، نادي على ربنا، نادي عليه، قول له يا رب، يا رب الحقني، يا رب أنا ضعيف،
يا رب بجد الفتن شديدة، يا رب أنا قلبي مش ثابت، يا رب ثبتني، يا رب اهديني، يا رب ارحمني، يا رب ما أقع، يا رب ما اتفتن. نادي ربك، نادي ربك في الظلمات، نادي ربك بالليل، نادي ربك وانت ماشي في الطريق. ادعي 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 ادعي، اطلب من ربنا سبحانه وتعالى. ده ربنا يحب ان انت تطلب منه، واحسن حاجة تطلبها من ربنا سبحانه وتعالى اللي هو طلبها منك او امرك بيها. قال لك تثبت على هذا الطريق، خلاص يا رب ثبتني، يا رب كرمني، يا رب نجيني. فحاجتين مهمين جدا في اللسان: رقم 1 الذكر، رقم 2 الدعاء. رقم 2 عينيك. يعني ايه عينيك؟ يعني وجهتك. وانت ماشي في الطريق الى الله عز وجل لازم تبقى وجهتك ربنا وربنا بس. قصدي ايه؟ قصدي الاخلاص. القصد هو النية، هو ربنا، هو ان انت تكون مخلص. وعشان خاطر تفهم قصدي اكتر، تخيل نفسك بتتكلم كده مثلا وبتقول مثلا ان انا اخويا محمود رايح القاهرة، ماشي؟ انت قصدك اخوك احمد، بس حصل ان انت قلت اخويا محمود. طيب ايه اللي يحصل؟ انت قلت غلط، انما هو سبق لسان يعني مش اكتر. فعملت ايه؟ تقوم مصحح على طول. اخويا محمود، قصدي احمد رايح القاهرة. انا قصدي ايه؟ انا قصدي ان قصدك لو ربنا سبحانه وتعالى هتلاقي نفسك بتثبت حتى لما تيجي تقع تلم نفسك على طول. واللي قال كده برضو ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل كان بيتكلم عن سيدنا يوسف وقال هو نجاه من الفتن ليه. قال تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هي دي، إن أنت لما تكون مخلص لله عز وجل قصدك الله جل في علاه، مش عايز حاجة تانية من الدنيا إلا رضا ربنا سبحانه وتعالى. مش عايز حاجة تانية لنفسك في الدنيا، عايز بس تمشي على الصراط المستقيم عشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى. لو حصل تعارض ما بين انت عايز ايه، نفسك عايزة ايه، والله جل في علاه شرع ايه، لا تقدم اللي شرعه ربنا سبحانه وتعالى حتى لو كان فيه ألم لنفسك، حتى لو فيه وجع لنفسك. انت مش شايف إلا قصدك الله جل في علاه. فلو انت ماشي بالطريقة دي تنجو. لو حتى اتلخبطت، لو حتى اتكعبلت، تلاقي ان الله جل في علاه بكرمه وبرحمته بينجيك. ليه؟ عشان انت مخلص. ده حتى الشيطان ما يقدرش عليك. والله. واللي قال كده برضو ربنا سبحانه وتعالى. الشيطان قال لربنا سبحانه وتعالى، والكلام ده مذكور في القرآن: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يا تخيل، يعني هيزين للناس كلها، هيغوي الناس كلها، هيضل الناس كلها، بس في ناس مش هيقدر عليهم. مين دول؟ المخلصين اللي قصدهم ربنا سبحانه وتعالى، عينيهم على الصراط المستقيم، مش بيستديروا ولا بينحرفوا. تالت حاجة رجليك. ولما اتكلم عن رجليك قصدي حاجتين: رقم 1 الحركة، انك تكون بتتحرك في الطريق الى الله عز وجل. قلبك متعلق بربنا سبحانه وتعالى ووجهتك هي ربنا، ومشغول ان انت تسمع عن ربنا وعن النبي صلى الله عليه وسلم. انما الموضوع مش مجرد سماع، عمال تسمع وتسمع تسمع تنام. لا، هي مش كده. انت لازم تسمع وتتحرك وتنفذ وتطيع وتصلي وتصوم وتذكر وتدعي وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولو انت بنت، حجابك يكون شرعي وسليم، يكون في صلة أرحام، يكون في طاعات، تكون بتاخد خطوات في الطريق إلى الله عز وجل. مش مجرد سماع، مش مجرد اصل الروحانيات ايوه حلوه الروحانيات طبعا، وان انا احس ان انا قريب من ربنا سبحانه وتعالى، بس القضيه مش قضيه سماع بس، لا، لازم يكون في حركه، لازم يكون في اقبال على الله عز وجل بعبادات هو امرني بيها، وهو جل في علاه بيحبها وبيديني عليها اجر. اتحرك، اعمل حاجه، لازم يكون في تنافس، لازم يكون في مسارعه للخيرات. وده يثبت، ده يخلي الفتنة لما تيجي ما تلحقكش. عارف لما تبقى ماشي في الطريق مثلا بالعربية بتاعتك عادي وماشي بالراحة قوي قوي قوي،
لو في حاجة مثلا جنبك وانت معدي جنبها، ايه اللي هيحصل؟ هتشوفها ماشية ماشية، وممكن بقى تبتدي تبص وتتأمل ايه الحاجة، بالراحة، ما انت ماشي بالراحة. انما لو انت ماشي بسرعة جدا، ايه اللي هيحصل؟ لو في حاجة جت تتعرض ولا حاجة جنبك كده، ايه اللي هيحصل؟ على طول مش هتشوفها، مش هتلحق. ليه؟ انت سريع. نفس الموضوع، انت لو الفتن حواليك في كل مكان وكلنا كده، لو انت بطيء هتلاقي الفتنة يعني جاية تتعرف عليك وتتكلم معاك وتاخد، يعني الموضوع هيبقى كده يعني سهل جدا عليها، وانت مش عامل حسابك، انت ماشي بالراحة، يعني ماشي على الصراط بس بتدنجل، يعني مش ماشي بسرعة، لا، لو ماشي بسرعة ما تلحقش. غير كده بالمناسبة كمان، التوازن انت مش هتعرف تجيبه الا وانت سريع. عارفين الناس اللي بتركب عجل هتفهمني بقى، انت عشان تقف على عجلتين لازم بعد ما تركب العجلة لازم تاخد دفعة كده تمشي، وبعدين اول ما تمشي خلاص انت بقيت ثابت. الله، على عجلتين، على عجلتين. ايه اللي مثبتك؟ ان انت بتتحرك. طيب اول ما تقف تقع، هي دي. انت لو على الصراط المستقيم لما تقف هتقع، لما تبطأ هتقع وهتتاكل بالفتن. لازم تكون سريع ولازم تكون دائم الحركة. والله جل في علاه قال كده في القرآن، قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ما يؤمرون به، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. شوف الكلمة، وأشد تثبيتا. لو انت عملت اللي عليك واللي ربنا سبحانه وتعالى امرك بيه، الله عز وجل يثبتك. وايه؟ مش تثبيت عادي، تثبيت شديد. خلاص ما تخافش بقى. ليه؟ لان انت اللي مثبتك الله جل في علاه، اللي مثبتك ربنا سبحانه وتعالى. ده رقم واحد. رقم اتنين بعد الحركة، الموضع. يعني ايه الموضع؟ يعني انت بتتحرك، ممتاز، انت بقى بتحط رجليك، الخطوات اللي انت بتاخدها دي تاخدها فين؟ حطيت رجليك فين؟ في المواضع اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليها. طيب معلش، هي ايه المواضع اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليها؟ اللي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، كل الناس بتزعم ان هي ماشية على الصراط المستقيم، انما الصراط المستقيم حقيقة هو اللي ماشى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لو عايز تدخل الجنة، أنا بقولك النبي صلى الله عليه وسلم داخل الجنة، وهو بالنسبة لنا طريق الجنة. فامشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، وعينك على مواضع خطى النبي صلى الله عليه وسلم توصل للجنة. الموضوع مفهوش اختراع. تفضلش بقى تروح يمين وشمال وتبعد وتقولك ما هو برضه خير. الخير هو دل عليه، الخير هو قال لك طريقه، الخير هو ان انت تمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم. هو صلى الله عليه وسلم قال لنا كده: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجز، وإياكم ومحدثات الأمور، الحاجات الجديدة اللي أي بقى تقليعة جديدة أو بدعة جديدة، لا، إياكم الحاجات دي، خليك ماشي على الطريق الأول. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة ضلالة. انت لازم تفضل ماشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم عشان تثبت. وربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: واتبعوه لعلكم تهتدون. فرجليك حاجتين: ان انت تكون دائم الحركة وسريع رايح لله عز وجل بخطوات بتقرب منه بطاعة ربنا سبحانه وتعالى، واتنين، ان انت تكون متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. رابع حاجة والأخيرة، والناس اللي حواليك. انت ماشي في الطريق إلى الله عز وجل مع مين؟ طيب ليه مع مين؟ بصراحة شديدة، انت مش هتعرف تمشي مع ناس مش ماشية في نفس الطريق. انا بس عايزك تتخيل الموقف ده. انا دلوقتي خارج مع صحابي، وده املي في يوم من الايام، تمام، ان انا اخرج مثلا. فانا دلوقتي عايز اخرج معاهم، ها يا جماعه، فانا بكلم ناس صحابي: انتوا رايحين فين؟ احنا رايحين مطعم الفلاني، رايحين نتمشى على البحر. طيب ممتاز، انا دلوقتي هجيلكوا عند الكورنيش ونتمشى مع بعض. ممتاز. طيب انتوا فين؟ احنا في المكان الفلاني، تمام، رشدي مثلا، واضح، اسكندريه دي. طيب قمت واخد بعضي ورحت على المنتزه. ايه يا جماعه انتوا فين؟ احنا في رشدي. طيب ما انا في المنتزه. تمام، انتوا فاهمين قصدي؟ ان ما ينفعش يكونوا صحابي في حته
وانا عايز ابقى في حتة وفي الاخر نفضل مع بعض. يعني ده يعني منطق خالص. تعال بقى، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ بيقول لك المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. امتى هتصاحب حد لازم تشرب منه ويشرب منك، واللي بيشرب من التاني مش هو ضعيف، ده طبيعي جدا. انت لو لاحظت هتلاقي مثلا ان اغلب السواقين لهم لسان واحد في الفاظ مشتركه، اغلب اللي بيبيعوا ذهب لهم الفاظ مشتركه، اغلب الناس اللي شغاله في البيزنس لهم الفاظ مشتركه، اغلب الناس اللي بتدي دروس في المساجد لهم الفاظ مشتركه. ليه؟ كل مجتمع لازم تلاقيه بينضح على بعضه كده وبيشرب من بعضه، وده اللي هيحصل لك. عشان خاطر كده لازم تهتم، لو انت بجد صادق في مسألة ان انت عايز تثبت على الصراط المستقيم وما تقعش، لازم تهتم انت مين حواليك، الناس اللي حواليك، صحبتك، الناس اللي بتقعد معاهم، الناس اللي انت بتخالطهم. انت بتخالط مين؟ بتتكلم مع مين؟ بتسمع ايه من مين؟ اضبط العلاقات دي. تخليش ان في علاقة مثلا تجيب لك تسمم، تبعدك عن اللي انت عايزه. لا، لازم يبقى الصاحب بتاعك صاحب صالح، لان الصاحب ساحب، فهو يسحبك للخير مش يسحبك للشر. غير ده بقى كله، الله عز وجل بيقول في القرآن ايه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الكلام ده كمان يا جماعة لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. للنبي صلى الله عليه وسلم. انت واخد بالك؟ يعني كلمة الصحبة دي مش للشباب الصغير، مش للولاد في المدرسة، مش بس للناس اللي في الكلية، مش لل20 و30، لا، ده 10 سنين، 20 30 40 50 60 70، طول حياتك لازم الصحبة بتاعتك تبقى صالحة. ليه؟ عشان لو صحبتك صالحة هتفضل ماشي، لو مش صالحة لازم تقع. وفي النهاية عايز أقولك مفيش أغلى من دينك تخاف عليه، ومفيش أهم من قلبك تحافظ عليه وانت ماشي في الدنيا دي. وانت في الدنيا دي في طريق، إما طريق الله عز وجل، إما طريق الشيطان، إما رايح للجنة وبتقرب منها، إما بتقرب من النار والعياذ بالله. فبالله عليك خاف على نفسك واهتم جدا إزاي تنجو في هذا الطريق، واعرف إن الخسارة والله غير محتملة، والمكسب لا يقدر بثمن. النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته عند السيدة عائشة رضي الله عنها، ولقى في البيت البسيط جدا كسرة خبز، يعني عيش كده، حتة عيش يعني ناشفة ومرمية على جنب. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكسرة خبز وقال للسيدة عائشة كلام جميل قوي لازم تهتم بجد ان انت تطبقه في حياتك. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة أحسني جوار نعم الله عليك، فإنها قل إن نفرت عن قوم فكادت ترجع إليهم. يعني إيه؟ يعني النعمة لو ما أكرمتهاش وأحسنت إليها ممكن تروح وما تجيش تاني. فلو ربنا سبحانه وتعالى أكرمك بغض بصر، أكرمك بصلاة في المسجد، أكرمك بورد قرآن، أكرمك بالذكر، أكرمك بصلة الأرحام، أكرمك بالطاعة، اوعى تأثر. أكرمك بقلب طيب، بخلق حسن، اوعى تأثر، اوعى تضيع، دي نعمة والله. يمكن لو ما أكرمتش النعمة دي وفرطت فيها تروح ما ترجعش تاني، متعرفش تحصلها تاني. أكرم دينك ربنا سبحانه وتعالى يكرمك، واهتم فإن الطريق مليء بالأشواك، ولكن والله في ناس هتوصل، ويا رب يجعلني وإياك منهم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.